اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايب قلبي وحشتوني كتير كتير. النهارده جايلكم فكرة غريبة شوية. عمرنا بنسمع ان المكرونة بالبشاميل لا اما باللحمة او الفراخ. النهارده جايلكم بفكرة غريبة، ان انا عملت المكرونة بالبشاميل بالجمبري. ايوه اللي سمعتوا صح، عملت المكرونة بالبشاميل بالجمبري. شفت الجمال والطعم حاجة تانية خالص. تعالوا اقول لكم عملتها ازاي. معلقة سمنة في الطاسة، نزلت بكمية الجمبري اللي عندي، والمفروض احط عليها معلقة توم مفروم، بس انا ما عنديش، نزلت بتوم باودر واديته تقليبة وسبته على النار لمدة 10 دقايق يتشوح، يديني اللون البرتقاني. بالمنظر ده. بعد كده نزلت ب3 معالق دقيق وسبته يتشوح مع الزيت والجمبري، يتغمق لونه سين كده، لون الجمبري، لون الدقيق العادي بنعمله المكرونه بشاميل. وبعد كده نزلت بلتر حليب مع التقليب المستمر في اتجاه واحد عشان الدقيق مش يكلكع. وبعد كده نزلت بالبهارات اللي عباره عن كمون وبهارات سمك وملح، ونزلت بالمكرونه اللي عندي وقلبت الخليط كله مع بعض بالمنظر ده، وسبته على النار. سبت الخليط ده على النار لمدة 10 دقايق. بعد كده قلبتها في صينية بايركس، وحطيت على الوش جبنة موزاريلا، وحطيتها تحت الشواية لمدة 10 دقايق. طريقة سهلة ومش بتحتاج وقت ولا مواعين ولا أي حاجة، وطلعت لي بالمنظر ده. يا رب الفكرة تعجبكم. مستنية رأيكم في التعليقات. باي باي.